كواليس وحكايات فنية. من اللحظات السعيدة التي أسعدتني في سلطنة عمان لقائي في التلفزيون العماني والحديث عن كواليس وحكايات عن العمل، ورحلة بحث وتعمق في التراث العماني من خلال عمل فني درامي لحقبة زمنية في تاريخ محافظة ظفار، وهي الغريقة عام 1959. هذا مشاهدينا الفاصل طبعا بمسلسل الغريقة، وهو أحد الأعمال العمانية اللي إن شاء الله ستعرض بإذن الله تعالى على شاشة تلفزيون السلطنة في شهر رمضان المبارك. سنتحدث قليل عن هذا المسلسل بحكم أنه التصوير انتهى تقريبا من يومين من اليوم، وبالتالي بدأت يمكن مراحل المونتاج، مراحل التحضير النهائي لعرض المسلسل. معي في الاستوديو الأستاذ المخرج عبد الله بن حيدر، كبير مخرج التلفزيون ومخرج مسلسل الغريقة. وحمدي أهلا وسهلا بك، مبروكين على انتهاء التصوير. الله يبارك فيك. أهلا وسهلا. أيضا مشاهدينا يسرنا أن نرحب بالأستاذ أحمد عبد القادر، مساعد مخرج لمسلسل الغريقة. أستاذ أحمد أهلا وسهلا. مرحبا وسهلا، مبروكين ايضا على انتهائكم من تصوير المسلسل. اولا اقول لك حياك بالله. حياك الله. حياك الله. ابو حمدي، طبعا المسلسل بيتكلم عن فتره تاريخيه وحدث حصل في فتره معينه. التجسيد او الرجوع الى هذه الفتره كان صعب دراميا؟ والله صعب كثير، يعني هي خاصه الفتره اللي هي فتره 59 لأن الفترة تعرف هذه الفترة يعني كثير من معالم البلاد يعني تقريبا طمست. أشكال الناس، الملابس، كل حاجة يعني مختلفة كثير. طبعا المسلسل يعني يحكي فترات يعني ما بين العصر الحالي اللي هو في هذا العام وعصر 59. هذا العصر اللي هو احنا بنعيش فيه، طبعا هذا شيء متوفر، كل حاجه متوفره، البيوت متوفره، السيارات، مواقع التصوير، كل شيء، يعني ما فيها هذا العناء، لكن العناء الكبير اللي هو في فتره 59 هذا عناء كبير جدا. وانتم رجعتوا لهذه الفتره كيف؟ يعني انتم عملتوا مثلا استديوهات معينه جسدتوا هذيك الفتره، ام انه استخدمتوا تقنيات اخرى؟ نحن يعني بنحاول ان نكون نصور في نفس المواقع القديمه. طبعا المواقع القديمه اللي كنا نحسب لها انها تكون موجوده، للاسف لم نجدها، يعني خاصه مثلا البيوت طبعا اغلب الناس كلها هجرت البيوت، اخذت بيوت حديثه، فالعمائل الاسيويه يعني للاسف سكنت هذه البيوت. انت هنا تتكلم عن البيوت اللي كانت في نفس الفتره يعني طمست كل المعالم. لو تجي يعني تشوف بعض الاحيان يعني بعض المواقع لو تبغى انت او المشاهد تبغى تجسدها بواقعها القديم، وانا الحمد لله يعني عشت هذيك الفتره جزء منها، تجد ان الناس حتى يعني صعوبه في تجسيد هذا يعني هذا المشهد، لانه لاجل القوه هي نفس القوه، للحياه نفس الحياه. ولكن الحمد لله يعني كل شيء ان شاء الله يعني الشغل بيكون جميل ويستمتع بالجمهور. والله إن شاء الله. الحكم للمشاهد نفسه. يعني استاذ احمد، يعني شاركت انت ايضا من ضمن فريق العمل في المسلسل، هل الصعوبه تكمن في الرجوع الى فتره تاريخيه مثل ما ذكر الاستاذ عبد الله انه كثير من عناصرها ما عادت موجوده، ام انه هناك مثلا يعني يتم عمل آلية معينه ل خلينا نقول خلق مثلا او ايجاد بيئات بديله او قريبه منها؟ هل هنا الصعوبه فقط ام انه الحكايه اللي انت تحاول تجسدها للناس؟ صراحه انا طبعا لي الشرف ان انا شاركت مع الاستاذ عبد الله وتعلمت منه كثير.
الصعوبه زي ما بنقول، يعني الاستاذ عبد الله ما ذكرش مرحله فتره 59 دي. انا بوجهه نظري يعني الاستاذ عبد الله كان بيتحرى كل الدقه الاماكن المشابهه بالاكسسوار المشابه باللبس المشابه، يمكن اقول بالشخوص نفسها، يعني شكل الشخص نفسه لازم يكون مشابه. المكياج يعني تعب معانا ناس كتير، يعني الاستاذ عبد الله كان كل العناصر متجندها عشان خاطر يجيب يوثق توثيق بشكل درامي بشكل تقني عالي جدا. يعني الفكر بتاع الاستاذ عبد الله بيبقى هو الاستاذ عبد الله طبعا هو عاشر الفتره دي، فكان هو فترة طفولة بصراحه هو المرجع، بصراحه هو المرجع يعني اي حاجه كنا بنرجع له، حتى اللهجه، حتى المفردات الالفاظ كان يجي يصلح ده الاكسسوار. كنا دايما في اي قطعه اكسسوار نقول له ده اللبس، تطريز اللبس. الاماكن بصراحه مش عاوز اقول الاماكن يعني انا كان نفسي اطلع رحله سفاري. الاستاذ عبد الله الحمد لله يعني طلعت سفاري ده انا عندي المشقه، الله يديله الصحه، الله يديله الصحه. يعني لو في بعض التصوير كده طلع جبل عشان يشوف كهف يصور فيه. نعم. كهف اللي هو الفتره بتاعت المطر الكثيف. استاذ عبد الله خد الزاويه دي، لا قعدنا نمشي العربيه طبعا بنسموها هنا جرجره، بس دي مش جرجره، دي بنمشي على سكور بالعربيه. هي عموما يمكن هذا من باب تحري الدقه اكثر، يعني على اعتبار انه ايضا هذه الفتره ابو حمدي فتره مهمه وعايشها كثير من الناس، بالرغم انه فيها كثير من الالم، على اعتبار انه الحادثه نفسها اللي صارت في هذيك العام في كثير من الاسر فقدت شبابها وفقدت في حادثه الغريق. الان بعد ما انتهيتوا من هذه المشقه، بعد ما خلصتوا وحاولتوا انكم بقدر الامكان تكونوا في المواقع البيئات البديله اللي تم ايجادها، مده المونتاج تتوقع ايضا بتاخذ نفس يعني فتره التصوير تقريبا طافت ثلاثة اشهر يعني كانت فتره التصوير تقريبا 3 اشهر، لانه المشكله انه هو عامل الوقت والزمن. يعني احنا اخذنا الوقت، يعني كان وقت التحضير قصير. نعم. لانه كنا بنحسب حساب رمضان، وكان بودي انه يكون التحضير اكثر من كذا، لانه هي فتره التحضير هذه مهمه جدا، على اساس انك انت تحاول كل الصعاب تتغلب عليها، وعند التنفيذ يكون المسألة سهله. صراحه انا يعني الشباب اللي معي ما قصروا، ولكن الشباب كانوا جدد، يعني من ناحيه من الممثلين واغلبهم طبعا، ومن طاقم الاخراج ومن طاقم الانتاج، فهذه يعني تكون صعوبه اكبر. لكن الحمد لله يعني الشباب كلهم بذلوا قصارى جهدهم، يعني وانا اشكرهم واقدمهم التحيه على ذلك. حنشكرك ايضا على اللقطات اللي موجوده الان على الهواء، وهي طبعا بعض اللقطات او بعض المشاهد من مسلسل الغريق. استاذ احمد، تجربتك في هذا المسلسل كيف ممكن توصفها؟ صراحه انا قال لي يعني احنا عاوزين نعمل شيء جديد. اول اتصال بيا تم الاستاذ عبد الله كلمني شرح لي وضع المسلسل، اول ما قال لي بالظبط طبيعته قلت له انا موافق. يعني انا عن تجربتي في خلال الشغل اللي اشتغلت في مصر، ده اول مسلسل يشتمل على تقنيه عاليه جدا في التصوير وفي الخلع في التروكاج، شغل 3 دي قوي جدا فيه. يعني حاجه بالظبط مش بننافس بيها، مش هنقول بقى هننافس بيها دراما في الوطن العربي، ده بينافس بيها دراما في العالم من ناحيه التقنيه. دراما مثلا نقول هوليوود في الناحيه التقنيه. طبعا غير فكر الاستاذ عبد الله طبعا بيعمل هارموني ما بين تصوير اللايف وتصوير الخدع، فده عامل بشكل ده هنشوفه. انا ممكن تكون الوجهه النظر بتاعتي عشان انا يمكن عندي التقنيه عاليه قوي، فافهم بالظبط الشكل بيكون عامل ازاي. الجمهور هو اللي يحكم ان شاء الله. ان شاء الله بيكون في رمضان ان شاء الله المسلسل ان شاء الله. كم حلقه؟ والله يعني هو 15 حلقه، ولكن
الله كريم. يعني اتوقع انه ممكن تزيد اتوقع ان شاء الله. احنا الان بدانا في المونتاج الاولي، ويعني بدات في الحلقه الاولى، يعني تقريبا انتهيت منها، لكن طبعا تتبعها الموسيقى والمؤثرات وحاجات زي كذا، ولكن يعني اتوقع انه يكون شوي ان شاء الله. فبتمنى لكم التوفيق. شكرا على وجودكم معنا اليوم. حبينا فعلا نتوقف عن هذا العمل مسلسل الغريقه اللي فعلا بذل كثير من الجهد حتى يظهر بصوره جيده، يوثق ايضا هذه الحادثه التاريخيه، حادثه غرق السفينه، وطبعا كانت في فتره 59. شكرا لك ابو حمدي، شكرا للاستاذ عبد الله بن حيدر مخرج مسلسل الغريقه، وايضا شكرا للاستاذ احمد عبد القادر مساعد مخرج ايضا في مسلسل. كل توفيق وتحياتنا لكل ايضا فريق العمل معكم. شكرا لكم. وانتم مشاهدي النعايم نتواصل مع حضراتكم حلقه اليوم وايضا فيها تابعوا معنا سلسلة حلقات كواليس وحكايات.